السلام عليكم. الحلقة الثانية من برنامج شوف السيفي. اليوم معنا واحد السيدة غتحكي لنا حكايتها مع الطلاق. ما باغاش تباين، المهم غير الصوت فيه كفاية. الأخت بغيت نسولك السؤال الأول، انت تزوجتي، ملي تزوجتي ما كانش طلق في بالك بالمرة؟ اول شيء شكرا على الاستضافه. وثانيا الطلاق، احنا ملي كتسمعي الطلاق كانه شي حاجه خايبه وما كتمنيهاش لراسك، ما تمنيهاش لاي واحد بطبيعة الحال. في البدايه ما كيكونش في بالك الطلاق، كتكوني بانيه واحد الامال واحد الاحلام وما كتحققش، تقدر تكون مشاكل كثيره، كتعياي ما تصبري كما قلت لك، الصبر ثم الصبر ثم الصبر، عاد كتجي فكره الطلاق هي الاخيره اللي كتبقى اخر حل هو الطلاق، فهمتي؟ صافي ما كيبقاش قسميه كما كنقولوا، صافي كيكون شنو الحل هو اللي الطلاق. خلاك تفكري في الطلاق؟ شنو طبعه خايب ولا ما كيصرفش ولا فيه شي ديفوهات شوف ما واحد كتحملتيهاش؟ كما كيقول المثل، ما عمر المش ما كيهرب من دار العرس. طبعاً. ما يمكنش انت لاقيه راحتك ومرتاحه لا ماديا لا معنويا وغادا تقولي حكا محكا ويلي بغيت نطلق. والطلاق راه كاين واحد النوعيه ديال النساء الله يهديهم، هذه فكرتهم غير بغات تطلق وصافي. اما انا بالنسبه لي انا كان كل شيء، لا معامله لا مصروف لا بزاف د الحوايج، الضغوطات النفسيه والمعامله السيئه بزاف ما يمكنش الواحد كيقول بسلامه. وكملي. قلت لك كيبقى هو اخر حاجه ملي ما كتلقايش، كيكون الصبر بطبيعه الحال. كيقولوا دابا هذا الجيل ما بقاش الصبر، ولكن كاين الصبر، كاين بنات كيصبروا بحال بالنسبه لي انا. ما كنتش كنعاود لدارنا اي حاجه، المشاكل ديالي ولا شي حاجه ما كايناش، ما كنعاودش حتى حاجه. كنقول ديك اسرار ديال بيت الزوجيه ما خاصهمش يتصاحبوا، مزيانه الفكره باش ما حيت ملي كتمشي لداركم وكتبداي تعاودي، ضروري ماما كتجي من جهتك، خواتاتك كيجيو من جهتك، لا ما خاصوش كيزيدوا يكهربوك ويزيدوا يطلعوك وكتزيدي تحقدي على الوضعيه. اللهم كتبيني لهم الوجه الزوين انني عايشه الحمد لله بخير وهذا. ولكن ملي كيكون انت كتحمدي الله على واحد الحاجه وكتبين كتضغطي على نفسك تبارك الله عليك تبيني باش تبيني انك مزيانه مرتاحه، واخا انك ما مرتاحاش وكتلقاي الطرف الاخر كيزيد يضغط عليك ويزيد يمرضك، وهذاك الشيء راه ما تصبريش. طيب انت عايشتي وياه ولا معك في الاسره ديالو ولا شنو؟ لا غير انا وياه، غير هو فيه مليون، هو فيه مو وفيه خواتاتو، فيه الويسات اللي كنقول الويسات خايبين ولا شي حاجه، هو فيه كل شيء سبحان الله. مراوي كيدخل فيه شو المراه بزاف. المراه بزاف، الراجل بزاف عليه تيكون المراه كاينه المراه حنونه، كاين المراه الخايبه والمراه الحنونه، ولكن المراوي يدير ودينه وحده وداك الشيء كاين، موجود الخير كاين بحال كيقولوا ولد امو تسمع غير كلام امو واخا تحرشوا عليه طبق هذاك الشيء كله لك خواتاتو يحرشوا لا كبور ما كاينش معاه صافي. صراحه راه شحال من مرة صابره مع راجل ما يستاهلاش، كاين اللي وشحال من راجل تا هو كاين اللي قطعت كلامك، كاين اللي كتقول لك انا صابره غير على قبل وليداتي. فكرتيني كيكونوا الولاد ما كتوصل لي واحد الضغط صافي، واخا يكونوا راه الناس والدين وليداتهم، عرفتي بانوا لي انا شي وحدين 12 عام 20 عام 30 عام وطلقوا ولادهم كبروا ولادهم، كتقول لك انا غير صبرت عليهم تكبروا، ملي كبروا المشكله انهم بعض المرات ما كيجيوش في الصف الام، كيوليو كيقول لها انت اللي بغيتي تطلقي سيري وحنا منها بابا كاينه هاي صبرت على قبلهم شحال من عام في الاخر قول لها تخلاو عليها وحنا نمشيو مع بابانا. كاين هذا نموذج حي، وكاين واقع لواحد السيده من عائله الزوج ديالي والله بابانا وكيمشيو مع باباهم وهي مسكينه كتولي هي المجرم بسويكها من الدار. شحال من عام هي صابره مع الزوج ديالها وباش بنا وباش علا، كتقول داري ودار وليداتي، وفي الاخر كيقول لها الباب الحباب كاينه. مهم ما كانش وليدات يمكن؟ لا الحمد لله كتحمدي الله بلي ان ما عندكش ولاد معاه. باش يكون واحد الشخص ما كانش كيعاملك انت مزيان وكتمنى يكونوا معاه الوليدات، لا. مهم كيفاش تفكرت وجاتك فكره الطلاق؟ طلقي انت بوحدك وديري طلاق الشقاق؟ ملي كتوصل داك العظم كتسني الحلول، كتسني واحد الانسان غادي يتبدل اليوم يتبدل غدا يتبدل، هو عاد مازال كيتعشرف
وداك الشيء كيتريبلا. مثلا كان كيقول كلمه خايبه كيولي يقول 3 خايبين، كان كيقول راه صابره صافي وباركه. راه صابره ما عندهاش فين تمشي هاد السيده. صافي. ولكن أطغى. لا صافي ملي كتحسي براسك بديتي غادي يمرضك انت في صحتك وفي نفسيتك، من الاحسن تهربي وهذيك تخرجي. الفتره فين كنتي؟ بقيتي في الدار ولا فين مشيتي؟ الفتره ديال اش ديال الخصام وديال هاد النزاع ديال سير الطلاق وطلاق لا النار. اون فوا دار كلمه الطلاق في البال صافي بسلام مشيت لدارنا. الله يخلي لي ماما وخوتي وخواتاتي الحمد لله. خدمت، عوضت كل شيء، رجعت فلانه اللي هي انا كيف من الاول. كنظن كان احسن اكتسبت خبره، انني خبره حيت الزواج حتى هو راه بحال دوزتي واحد الامتحان، دوزتي امتحان كتولي تعرفي المزيان من الخيب، كتولي ديري اتونسيون بزاف د الحوايج. صافي والحياه تستمر. انت كانت هذيك فكره الزواج بانها استقرار وحياه زوينه صافي عاد بالي بحال شكل الافلام، بحال غادا نتزوج غادي نعيشو مزيان. صافي عارفين حنايا كتكون ضروري مشاكل، كتكون الصبر خاصك تصبري، ما يمكنش تعيشي سميتو بحال كما قلت بحال الافلام وداك الشيء. ولكن ملي كتلقايش ما كتلقايش هذاك الطرف الاخر مدعمك ومساندك، شي غير مثلا كتحسي به باغيك ومهرلي فيك وخا على قدو قد عليه ضحي معاه على قد جيبو ضحي معاه صافي كتقولي ماشي مشكل. اما ملي كتشوفي الواحد كيبين لك غير الحاجه اللي باغي يبينو مخبي لك، وغير انت وياه اللي في الدار مخبي لك بزاف د الحوايج، بلاش غدار بلاش اختي بلاش غدار. هو واحد القضيه. هاد الفكره الطلاق كتقولي هو اخر حل ياكي اخر حل كيكون، ولكن كيكون راه محلو سيد ربي. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. الحمد لله انه راه مبغوض ولكن حلال، ولكن راه فيه شويه، لان الطلاق في بعض الاحيان راه هو الحياه، هو الحريه وبدايه حياه جديده، وفي حلول بزاف راحه. باش كتقول لك كاينين شي ناس مساكن كتقول لك انا عندي وليداتي ما نقدرش نطلق ونمشي نديو معايا للدار ونخدم عليهم، الله يحسن عوانها. واحد ظروفه، انا كنهضر على راسي انا على راسي، اما باش نقول على شي وحده اخرى علاش ما درتيش، كل واحد كيقلب على راسو حل. نسالك لو نفرض كانوا عندك الولاد غتبقاي معاه في طبعه ولا تقولي نصبر ثاني على الولاد؟ لا انا راه حياتي اللي كتمشي، الدراري راه كابرين باش ما عطى الله تجيبيهم جلسي خدموا يصرف عليهم، ما بغاش يصرف راه خدامه عليهم كبروا بغاو يبقاو معايا تبارك الله، ما بغاوش يبقاو معايا بغاو يمشيو عند باهم يمشي. غير هي كنحمد الله ونشكروا في هذه لانه كيبقاو نقطه ارتباط، كتبقى مرتبطه به، كتبقى تشوفي وجهه وانت ما حاملاش. اللهم بالسلامه، كيبقاو رابطينك به. الله يعاون العونات. بعض الخطرات كيكون ربي كيدير لي فرخه بصراحه على حسب نيتك في هذيك الفتره اللي كنتي باكا على داركم موجه ويطلبوا المشايخه كيف ما كنقولوا، طالب الرجوع، طلب لك السماح. شوفي واخا كتكون هي كانت واخا كتكون صافي قرار. واش تخاد جا عندك زعما في اقرب وقت ما طولش، ولا شحال تاع المده بركتي في داركم عاد تم جاي؟ مده ماشي شويه مده، غير هي ما عجبنيش الحاله من الاول، وشفت حتى كون جاو حتى في الاول صافي قررتي صافي كتكوني مقرره ديري واحد الحاجه صافي. ما وغنسالك دابا السؤال اللي كيطرحوه كاع العائلات كلهم كيموتوا فيه، هي ملي تمشي دير طلاق الشقاق كاين شي حقوق ما كتبقاش عندها، شنو هي؟ فاهمين انتيا شنو هي المراحل اللي دزتي منها وكانت صعيبه عليك؟ واخا لا ما كانش صعيب عليا شي، اون فوا اتخذت القرار ومشيت وضعت اول طلب في المحكمه ما بقات حتى حاجه صعيبه. لا مش صعيبه عليك انتيا في من ناحيه الاجراءات اللي كدير باش تاخذي الطلاق ديالك، وثاني الحكم اللي تعطاك واش قبلتي بحال هادشي كان اول حاجه انا كانت عندي واحد الميزه شنو هي، كنت المحكمه اللي كنمشي لها قريبه ليا بعدا بزاف، الناس اللي كنستشر معاهم الناس بالقانون كنعرفهم وكيعرفوني مزيان. مشيت ما درتش لا محامي لا والو، مشيت راسي رفعت الدعوه. الحاجه الوحيده اللي انايا كتبقى فيا في هذا هكا كتكون ملي كتكون المراه اللي مضروره ومظلومه والراجل طاغي عليها هو اللي يدير بزاف د الحوايج وكيقول ليها فلانه سيري طلقي راسك، علاش زعما باش تسقط عليه هذيك الفلوس ديال المتعه. هذيك انايا
انا خاصهم يديروا اعاده النظر فيها، ما نكذبش عليك. هذيك كيتشكوا منها عيالات بزاف، لان المراه واش هي اللي مضروره يا وعدي، وهي اللي مديره، هي اللي مأزمه، وهي اللي مضروره، وهي اللي محقوره وكل شيء فيها، وهو دار ولعب ويدير خربق، وفي الاخر يقول لها سيري طلقي راسك باش تسقط عليه هذيك ديال المتعه. ولكن راه هي اللي مضروره، هي اللي من حقها هذوك الفلوس. وديك انا كنظن هذيك خاصها تكون من حقها، لان إعادة النظر. انا كنطلب من هنا اعاده النظر في هذاك ديال المتعه، مادام هي اللي مضروره، واخا هي اللي طلقت، خاصها فلوسها تحط ليها. وكيتشكاو ثاني. بغيت نسولك، العيالات كيتشكاو كيقول لك